في برنامج حكاية مكان الحقيقة اخترنا لحضراتكم ضيف عزيز وصوت رائع طربي، مطرب معتمد الحقيقة في الإذاعة والتلفزيون باسكندرية، ولكن هو ليه باع كبير جدا من الشخصيات السكندرية اللي تعتبر من الجيل اللي استلم من الرواد واصبح ليه سمته المميز جدا. تخيلوا بقى نشوف النهارده بقى المطرب والفنان هيتكلم ازاي عن اسكندرية حبيبته وهيغني لها ازاي وهيقول لها ايه. الاستاذ صبحي عطله ضيفي العزيز في برنامج حكاية مكان. برحب بيك يا استاذ صبحي، منورنا. اهلا بيك يا استاذ عبد الله، اهلا بيك، اهلا وسهلا بيك وبالبرنامج الجميل بتاعك. اشكرك. وبرنامجنا حكايه مكان، ودلوقتي حكايه مطرب وحكايه ذكريات وحكايه صبحي عطله، حكايات كتير جدا. لكن اسكندريه يا استاذ صبحي لما بيتقال اسكندريه كده اكتر حاجات كده بتيجي ببال صبحي عطله، ممكن يعبر عنها ازاي، يقول عنها ازاي؟ اسكندريه كلها العشق، العشق اللي اتربينا عليه. اسكندريه النسمه الجميله، الطلعه البهيه، الحي الشعبي الجميل، يعني النسمات الصيف بقى والبحر والموج والرذاذ اللي عمال يجي لك دلوقتي بتاع برضه حلو. اسكندريه هي دي اللي احنا بنحس بيها، يمكن بنحس بيها اكتر كمان في الشتاء، بنحبها اكتر لان خصوصيه خصوصيه، بنبقى واخدين راحتنا بقى وبعيد عن بقى زحام الموظفين والحاجات دي. هي فعلا بتبقى جميله جدا في الشتاء، وانا بعشقها بصراحه وبحب اتمشى فيها، والشتاء نازل عليها كده على البحر، يا سلام، بتبقى حاجه. عايز اقول لكم الرذاذ ملأ النضاره بتاعت الصبحي وعلى قلبه زي العسل. هو مبسوط لان هو حاسس دي البحر ده حدوته كمان يا فندم. صاحبك البحر طبعا بين شطين وميه، عشقتكم عينيا. لا ما ينفعش كده، ما ينفعش كده كلام. بقول لك بين شطين وميه. لا برضه ما ينفعش. برضه نغنيها لك يا استاذ عبد الله. بين شطين وميه عشقتكم عينيا، بين شطين وميه عشقتكم عينيا، يا غالين عليا يا اهل اسكندريه، بين شطين وميه عشقتكم عينيا، بين شطين وميه عشقتكم عينيا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا غالين عليا يا غالين عليا، يا اهل اسكندريه، يا اهل اسكندريه. الله جميل جدا. شوف بقى لما يكون واحد مش اسكندراني، محمد قنديل قد كده عاشق الاسكندريه، صوتك الجميل الرائع جدا هيبقى مدخل لذكريات كتير جدا. يا غالين عليا يا اهل اسكندريه، اي منطقه بقى في اسكندريه غالين عليك بقى، يعني خلينا نبتدي بحكايات ونختار مكان.
والله انا طبعا اساسا تربيتي اتربيت في راغب باشا، جبل نعسه، كرموز، شارع 12. ده غرب اسكندريه اعتقد. البياصه، عمود السواري. لا واحده واحده. المربع ده، ما هو ده كله مربع. كله مربع واحد. كله داخل على بعضه، كله داخل باب سدره كده يعني، باب عمر باشا لغايه محطه مصر، شارع ازيس. كل المناطق دي كلها مربع واحد. احنا يعني وانا صغير كانت المناطق دي كلها بالنسبه لي حاره واحده. يعني كل المناطق اللي عديتها لحضرتك دي زمان انا كانت بالنسبه لي منطقه واحده كده، بلعب هنا بجري هنا بقى. العجل زمان والكرنكات بتاعت زمان كان الواحد بيروح. الكرنكات دي بقى كرنك كده زي الكرنك بتاع البحر اللي بتركبه، بس هو بيبقى على الارض بقى بكاوتش كده صغير، وننزله بقى من على جبل نعسه من فوق. يعني كانت ذكريات جميله يا استاذ عبد الله. لا احنا مش هنعديها، عايز نقولها بالتفصيل. ووضح كده حقيقه ما شاء الله البادي الكيان بتاع الضيف العزيز ان هو اساسا رياضي، مش كده؟ الحمد لله طبعا، طول عمري رياضي وطول عمري. لعبه ايه يا استاذ الصبح؟ كنت ما هي الكره دي دوختنا بصراحه، سواء بقى الواحد لعبها او سواء الواحد كان معتاد على طول اروح النادي الاولمبي، اروح الاستاد، اروح الاتحاد. طول عمري الحمد لله بحب الكوره وكوير قوي يعني الحمد لله يعني. الاماكن يعني انا رياضي اساسا، وحتى لما دخلت الجيش جسمي كرياضي خدوني الصعقه. فبرضه دي من العلامات ان هي انت الصعقه ما بتاخدش اي حد، لازم ياخد واحد رياضي ويبقى جسمه مرن وكلام كده يعني. ويمكن البيئات الشعبيه البسيطه اللي حضرتك ذكرتها لي والبيئات السكندريه المحترمه دي كانت تدي فرصه الاتساع ان يبقى فيه ساحه شعبيه، لعب كوره، مثلا مسابقات في رمضان. كان بيبقى فيه يعني لما تيجي يعني في المناسبات اللي هي مثلا مناسبات رمضان والعيد كانت بتتعمل سداسيات الكره الشراب زمان يا استاذ عبد الله. يعني انا عشرت الكره الشراب اللي هي البلوتكس دي بتاع الزمان دي، كان بيتعمل سداسيات في كوم الشقافه في شارع الملك خوفو، وكان بيتعمل عند مدرسه الثبات عند شارع ازيس. كان بيتعمل سداسيات جميله، وكان في محطه مصر ريعو زمان. ريعو ايام زمان كان بيتعمل في محطه مصر قبل ما تتهد وتتعمل بالمنظر اللي هي حاليا بيه دلوقتي. كانت بتتعمل سداسيات كبيره على مدار الشهر كله، وكانت بتلم جماهير، وجماهير يعني بتبقى مشتاقه، لان طبعا اللي بيلعب الكره الشراب يختلف عن اللي بيلعب الكره الكفر يعني. دي غير دي خالص يعني. انا اعتقد ان مثلا كباتن زي الجارم مثلا اكيد بدايته كانت كره شراب في اماكن شعبيه واحياء. هو الجارم اساسا من المنظره، انا لانه هو صديق شخصي يعني ليا، هو من المنظره اساسا. يعني بس انا اساس الاحتراف يا استاذ صبحي بيبان قوي في الكره الشراب. بس هو صعب انك تطلع من الكره الشراب لكره كفر. والله صعب. كان في سعيد اير زمان، ده اسمه اير. سعيد اير ده كان معروف حتى على مستوى اسكندريه، ده كان ملك الكره الشراب. فكان ده لما خدوه الاتحاد ما عرفش يمسك الكره الكفر. ايام كمال الصباغ والناس الثقيله بتاع شحته الاسكندراني ما عرفش يمسك الكره الكفر. الاماكن الشعبيه اللي زي اللي سيادتك ذكرتها اللي هي المنطقه الواحده دي كان بيبان قوي الملمح الشعبي في المناسبات. يعني في رمضان احكي لي عن رمضان في الجو ده. طبعا في رمضان طبعا كانت مثلا كل جماعه كده تلم نفسها ومعاهم الفوانيس بتاعتهم كده، ويقعدوا يلفوا بقى على البيوت وعلى الدكاكين بقى وبتاع الحاجات بقى واللي ما يديلكش بقى تقعد تدعي عليه ومش عارف ايه. حاجات كانت بتبقى ظريفه. وطبعا احنا كنا صغيرين خفاف، فكان اللي يجري ورانا ايه لو جدع حصلنا بقى. كانت كده يعني. لا كانت حاجه جميله، والاحياء الشعبيه فعلا بتحس فيها بقيمه رمضان وبالالفه اللي بين الجيران. لا حاجه ثانيه. والعيد كمان الصبح. ما هو بقول لك المناسبات بالذات، خش الاحياء الشعبيه هتلاقي فيها الروح المصريه الجميله اللي هي بتبقى بين الجار وبين الصحاب وبين الاهل. حاجه جميله طبعا. والحفاظ على بنت الحته او ترجيها. دي من سلوكيات ابن الحته. يقول لك ابن الحته او بنت الحته. صعب ان ابن الحته مؤاخذه يعاكس بنت منطقته. كان صعب جدا. ولو شاف واحد عاكسها في منطقه لازم يقف، حتى لو هو بس عارفها ان هي من مجرد ان هي من منطقه، لا عيب انه يسيبها مثلا ان حد يعاكسها ولا كده. كان كده طبعا. كمل الذكريات بس عايزين نغني. دي شهامه. هو انا طبعا في اغنيه بتحضرني للاستاذ عبد الرزاق ابراهيم، ودي من انا غنيت الاغنيه دي في مسرح المواهب مع الاستاذ محمد المصري والله يرحمه، الاذاعي الكبير جمال توكل. سنه كام ولا بلاش؟ لا كان سنه هنقول 86. الحمد لله. يعني اغنيه بتتكلم عن، لان انا طبعا راغب وجبل نعسه والحتت دي كلها حته واحده. عمنا ابراهيم عبد الشفيق غنى لراغب وبقروي السيار، مش كده حاجه زي كده؟ لا كرموز والحضر. هو ده غنى الكرموز، اما الثاني غنى عبد الرزاق ابراهيم غنى اغنيه لراغب جميله يعني. يا ريت نسمعها.
يا معدية رايحة وجاية وبتتمختار بين شطين، يا معدية رايحة وجاية وبتتمختار بين شطين. أنا من راغب ليا حبايب، أنا من راغب ليا حبايب في البر اللي قصاد العين، في البر اللي قصاد العين. يا معدية يا معدية. الله جميل جدا، جميلة يعني. جميل جدا. والاستاذ ابراهيم عبد الشفيع طبعا ده استاذنا الكبير، وطبعا الاستاذ ابراهيم غني عن التعريف. غنى طبعا معظم برضو يعني معظم احياء اسكندريه جابها في شلها يا مرسي. قال ايه طبعا شله يا مرسي يا ابو العباس، مدد يا سيدي الاباري، الله يسونك يا بلدنا يا غاليه وترابك غالي. شله يا مرسي يا ابو العباس، مدد يا سيدي الاباري، الله يسونك يا بلدنا يا غاليه وترابك غالي. اسكندريه ام الخفه عالبحر الابيض تفاحه، هاتوا الشباك حلوا الدفه ويلا بينا الملاحه، ويلا بينا الملاحة، ويلا بينا الملاحة. بلد الرجالة بلدي في العين متشالة بلدي، بلد الرجالة بلدي في العين متشالة بلدي. كرموز والحضرة ودربالة، راغب وابو قير والسيالة. كرموز والحضرة ودربالة، راغب وابو قير والسيالة. رجالة واجدع رجالة، وبلدي بلد الرجالة، بلدي في العين متشالة. الله الله عليك. وهو قال راغب هو والله مش كده؟ بس هو عمنا ابراهيم عبد الشفيع جمع كل اسكندريه. جمع جابها من شرقها لغربها يعني استاذ ابراهيم، عشان حتى لو نسى في النص يبقى برضه جمع اسكندريه من الشرق للغرب. هنرجع شويه من الغرب كده، نشرق سنه كده وهنروح محطه الرمل. اكيد ذكريات بقى في محطه الرمل. ما هو ذكريات محطه الرمل بالنسبه لي انا كان بقى لما بيجي العيد، وكان زمان مجموعه السينمات اللي هي الكبيره قوي اللي في محطه الرمل، وكانت الملاهي برضو اللي هي في الازاريطه. دي برضو الاماكن اللي كان احنا واحنا صغيرين برضو فسحه بالنسبه لنا. طبعا يعني يجي طبعا كان بيبقى السينمات كلها بتعرض بقى السينما دي فيها فيلم كذا، غير السينما الثانيه فيها فيلم تاني. فكانت مجموعه السينمات دي بقى انت تقعد تختار بقى وبتبقى محتار، عايز النهارده اخش السينما الفلانيه وبكره ان شاء الله نخش الفيلم الثاني في السينما الفلانيه. كام التذكره؟ لا كانت ب3 ساغ و4 3 ساغ. الناس بقى كان ب3 ساغ و4 ساغ. كان حاجه يعني الزمن ده كان جميل فعلا. هو اللي يعني حتى طبعا ما كانش فيه بقى يعني حتى التلفزيون كان بسيط برضو، انما طبعا كانت بيبقى فيه زحام، وكنت تلاقي كل مجموعه بقى ماشيين بقى عمالين يغنوا ويرقصوا ويقعدوا بقى في الحديقه اللي هي عند ساحه الزغلول دي. لا كان جو جميل وجو حلو بالنسبه للعيد. كمان كان بالنسبه لشارع ساحه الزغلول وصفيه الزغلول دول ما تعرفش تمشي فيه طبعا في العيد. لا كان حاجه جميله يعني. ارتباط سيادتك بالفن كرحله فنيه يا استاذ صبحي دخلك بقى اماكن تانية، يعني بعيدا نروح ناحيه الشاطبي، نروح قصر ثقافه الحريه، نروح بكوس عشان الاذاعه. فدي اماكن برضو لها ذكريات عند حضرتك. انا بالنسبه لي طبعا اول حاجه يمكن دخلتها ودي من الحاجات الجميله، النادي الاولمبي. اول حفله ليا او اول تسجيل اذاعي حصل لي كان في النادي الاولمبي في صاله سليمان عزت. ده كان اول حاجه انا طبعا بعتز بيها، وايامها يعني ربنا كرمني وغنيت اغنيتي حاسدين الناس. وكان العميد ابراهيم جوينه الله يرحمه كان رئيس النادي الاولمبي، كان قاعد، وكان يعني ذكرى جميله. وكنت واقف ايامها طبعا كاول مره اسجل، كنت واقف مهزوز وخايف، وانت عارف الرهبه بقى بتاعت الجمهور كان اول مره. فهي كان بالنسبه لي حاجه يعني عزيزه. انما طبعا لان ده اول لقاء، والحمد لله نجحت فيه الحمد لله، وربنا كرمني فيه يعني، وخدت فيه سكسي يعني كويس. الصبح قبل تسجيل وعدني ان هو يغني لمشاهدي حكايه مكان غنوه نادره. لمين بقى؟ لحد اسم كبير في عالم الموسيقى والتلحين، الاستاذ احمد صدقي. مظبوط؟ هو اللحن الوحيد اللي هو غناه،
وما اعرفش ليه هو ما اختارش مطرب، لان يعني رغم ان في مطربين كبار قوي كانوا ممكن يغنوا اللحن ده، انما هو اثر على نفسه وقال لك لازم انا اغني اللحن ده، يمكن عشان يبقى بالنسبه له ذكرى ويبقى محفور باسمه. ده وجهه نظري ان هو عامل كده. هو لحن جميل بيقول فيه: اجعل صباحك ربنا فل ونادي، يا وردة يا اللي واقفة بين الورد ده، يبقى يسعد صباحك، اجعل صباحك ربنا فل ونادي، يا وردة يا اللي واقفة بين الورد ده، يسعد صباحك، يا وردة يا حلوة رايحة فين وصبحة مبدرة، محبوبك اللي طلعاله متغندرة، واقف في غيط الجتن ولا احدى الدورة، يا حلوة رايحة فين وصبحة مبدرة، محبوبك اللي وفاله متغندرة، واقف في غيط الجتن ولا احدى الدورة، ما حد قالك الحلو وعدك، ما حد قالك الحلو وعدك، يا مسعدة يسعد صباحك. جميل الصبح وفعلا غنوة نادرة. يعني وشوف يغني بقى للريف وللقطن ويسعد صباحك، حاجة اللهجة لذيذة جميلة قوي ان هو عاملها، ما تتغناش غير كده، هي ما تتغناش طبعا. واحمد صدقي ده طبعا عملاق من ضمن الناس الكبار يعني. انا رحت بقى لبكوس عشان الاذاعه الصبحي. بكوس اعتقد ان هي من الاحياء الشعبيه اللي مماثله او مشابهه لراغب والمناطق اللي حواليها. طبعا منطقه شعبيه زي المناطق الشعبيه تعتبر. طبعا كان فيها برضو الاذاعه طبعا. ده شيء جميل. وطبعا الاذاعه والحمد لله الواحد ليها ذكريات جميله جوه يعني في الاذاعه. برضو من زمن استاذ عبد الله قبل التلفزيون ما يجي يعني. فالحمد لله يعني كان لنا صداقات جوه مع مخرجين الله يرحمه الاستاذ بتاع ارشيف المحاكم طبعا هنادي محمود الله يرحمه. وكان زي الاستاذ محمد ابو صامر. وكان في الممثلين مجموعه الممثلين اللي هم برضو استاذ فؤاد المنيجي. وكان كان مجموعه ناس حلوه قوي قوي. الواحد امين هاشم ده راجل. امين هاشم طبعا من الممثلين الجمال. دي مجموعه الناس دي كانوا برضو هم لما كانوا بنعملوا حفلات مسرح المواهب كانوا بيطلعوا معانا ويقدموا الفقرات وكده. فكان بتخلق بيننا وبينهم كده حاجات جميله واحاديث حلوه رقيقه كده. عملت حوار مع الاستاذ ابراهيم شفيع كان بيكلمنا عن فتره الراديو فيها كان هو السائد بالنسبه للجيل والشوارع كلها مرتبطه بيه. لو حد عنده راديو ممكن الشارع كله يلتف حول الراديو. حتى طبعا من جيل لاحق لكن برضو عشت وهج الاذاعه ده. وهج الاذاعه طبعا. طبعا قبل التلفزيون هو وكانت تعتبر اسكندريه كانت الاذاعه الوحيده المحليه. ما كانش فيه غير الصوت العرب والشرق الاوسط والبرنامج العام واسكندريه. ما كانش فيه اذاعات تانية. فكنا حتى احنا متمسكين قوي باسكندريه بالتمثيليات بقى بتاعتها بالبرامج بتاعتها بالاغاني السكندريه برضو اللي اتاصلت فينا لكبار المطربين اسكندريه اللي احنا برضو لغايه النهارده بنعيش على الكلام الجميل بتاعهم والاغاني الحلوه الخفيفه اللي كانوا بيغنوها. والدراما كمان استاذ صبحي كانت بجمع الناس. لو في تمثيليه في الراديو الدنيا كلها متابعه. كان بيتابع. يعني انت مثلا الساعه مثلا الساعه 10 ارشيف المحاكم يبقى لازم يبقى موجود. انت يوم السبت الساعه 10 موجود قاعد الراديو جنب منك جايب شويه اللب والسوداني وقاعد تستمتع بالحلقه الجميله بتاعت ارشيف المحاكم. دي حاجات جميله استاذ عبد الله. من ضمن الحاجات اللي الاذاعه فعلا كانت ليها وهج وليها
يعني ليها سلطان كده وليها قيمه جميله، ولغايه النهارده ليها قيمه وكله. بس طبعا الوسائل بقى بتاعت الاعلام كترت دلوقتي والسوشيال ميديا، ويعني الحاجات اللي هي بقى دلوقتي اللي بقينا في عصر الكمبيوتر والاقمار الصناعيه والحاجات دي، خلت في حاجات برضو اندثرت شويه برضو. لكن هنعود ان شاء الله لقيمنا وعاداتنا اللي احنا محتاجينها جدا. ضيف العزيز هو اصلا زي ما قال وزي ما هو واضح رياضي، مش بيتعب من اللف في الشوارع. خدنا من راغب لغايه بكوس، ويا عالم لو قعدنا معاك كمان شويه كان هيودينا فين لغايه ابو قير. استاذ صبحي عطا الله الفنان الرائع، بشكرك جدا وبحييك، والحقيقه سعدت جدا بهذا اللقاء مع سيادتك. استاذ ربنا يكرمك، الله يخليك يا استاذ عبد الله، وانا سعيد جدا بيك طبعا. واحنا بنتقابل كتير انا وانت، عشان طبعا الساده المشاهدين ما يعرفوش ان انت طبعا كشاعر وانا كمطرب، فلقاءات شرف ليا ربنا، وانا شرف ليا ان انا اكون معاك في البرنامج. بشكرك جدا انت والقائمين على البرنامج. شكرا يا استاذ عبد الله.